كالعادة رامز جلال رجع تاني يفاجئنا ببرنامج مقالب جديد، وطبعا بما اننا داخلين على رمضان كل الناس بقت مستنية تشوف ايه اللي محضره لنا السنة دي. المرة دي كشف رامز عن اسم برنامجه الجديد واللي اسمه رامز إيلون مصر، والاسم لوحده كفاية يخلينا نسأل يا ترى ايه الفكرة؟ هل هيكون في حاجة ليها علاقة بالتكنولوجيا وإيلون ماسك، ولا مجرد اسم مثير لجدل زي ما تعودنا منه؟ كل اللي نعرفه دلوقتي انه اعلن عن البرنامج من خلال منشوره على حسابه على فيسبوك، وقال فيه ربنا يتمها على خير ويكملها بالستر، ورمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، بعون الله رامز إيلون مصر، في رمضان 2025 على MBC مصر، والله المستعان. يعني واضح اننا داخلين على موسم جديد من الجرأة والرعب والضحك في نفس الوقت. رامز بقاله سنين بيقدر يحافظ على مكانته كواحد من أنجح مقدمي برامج المقالب، وده مش سهل لأنه كل سنة لازم يجدد الفكرة ويقدم حاجة تخلي الضيف والجمهور يتفاجئوا. السنة اللي فاتت في 2024 كان عندنا رامز جاب من الآخر، واللي استضاف فيه عدد كبير من النجوم في الفن والرياضة، وكل حلقة كان فيها ضحك ورعب وصريخ زي ما تعودنا. الناس اللي وقعت في الفخ السنة اللي فاتت كانوا من كل المجالات، زي أحمد السقا، باسم سمرة، أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، مرهان حسين، أحمد حسام ميدو، كزبرة، نجلاء بدر، سمية الخشاب، محمد شاهين، عبد الناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي المرغني. كل واحد فيهم كان ليه رد فعل مختلف، بس في النهاية كلهم خرجوا بنفس الانطباع: احنا اتخضينا بس البرنامج ناجح. دلوقتي بقى السؤال الكبير، ايه اللي ناوي يعمله في رامز إيلون مصر؟ الاسم غريب ويفتح باب الاحتمالات. ممكن يكون عنده فكرة متعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ولا هيحط الضيف في تجربة خيالية مستوحاة من أفكار إيلون ماسك عن الفضاء والمستقبل. رامز معروف إنه دايما بيحاول يرفع سقف الرعب والمفاجأة، وشوفنا قبل كده إزاي يستخدم الطيران والسقوط الحر. فهل المرة دي الضيف هيتعلق في الفضاء الافتراضي؟ هل هيحس إنه بيتعلق بين العوالم زي ما بيحصل في أفلام الخيال العلمي، ولا هيكون مجرد مقلب فيه أكشن ورعب زي ما تعودنا؟ الحقيقة مهما كان شكل البرنامج الناس هتفضل مستنية تشوفه، سواء كان بيحبوه أو بينتقدوه. كل سنة برامج رامز بتقلب السوشيال ميديا، الناس بتتكلم عنها في كل حتة، وبتبقى جزء من أجواء رمضان. في اللي بيضحك وفي اللي بيقول إن الحاجات دي مفبركة، بس في النهاية محدش يقدر ينكر إن رامز بقى عنصر أساسي في الشهر الكريم. والسؤال اللي كل الناس مستنياه دلوقتي، يا ترى مين النجوم اللي هيقعوا في الفخ السنة دي؟ وهل هيتحملوا المقلب ولا هيخرجوا عن شعورهم؟